حبايب تيتا ميمي، حكايتنا النهاردة عن ياسمين عبد العزيز. والفنانة ياسمين عبد العزيز هي ممثلة جميلة ومحبوبة وروحها حلوة دايما، وتلاقيها بتضحك وبتهزر على طول. حبايب قلب تيتا، اشتركوا في قناتي وفعلوا بجرس عشان يوصلكوا كل حكاوي ونصايح تيتا ميمي الجديدة. وبداية عملها الفني كان في الإعلانات وهي صغيرة خالص، وكلنا حبينا إعلاناتها الجميلة. وبعدين عملت مسلسلات وأفلام حلوة خالص، منها مسلسل امرأة من زمن الحكم، وكان اسمها هايدي وده كان أول عمل ليها. وبعدين قط وفار وجنون الحياة وقدر امرأة ورشة جريئة وقلب جريء وصايع بحر وفرحان ملازم آدم. وأول بطولة ليها هو فيلم الدادا دودي، وكانت مبدعة فيه. وعملت فيلم التلاتة يشتغلونها، وهو فيلم جميل جدا، بيعلم البنات تكون شاطرة في مذاكرتها ومركزة تتعلم من أخطائها. وفيلم الأنسة مامي، وفيلم جوازة ميري، وفيلم شنب. وفي أعمال تانية كتير، وهي ليها جماهير كتير. وياسمين عبد العزيز كانت متجوزة من رجل الأعمال محمد حلاوة، ومعاهم ولد اسمه سيف وبنت اسمها ياسمين. وبعد 17 سنة انفصلوا عن بعض، واتجوز محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج، واتجوزت ياسمين من الفنان محمد العوضي. والفنان محمد العوضي إنسان محترم جدا، وعنده ثقافة ومحبوب وراجل بمعنى الكلمة، وبيحب ياسمين جدا. واتكلم عن قصة حب هو وياسمين، وقال إن هو في البداية معجب جدا بياسمين عبد العزيز كفنانة، ومعجب جدا بشغلها. وكان مترشح لمسلسل آخر نفس، وكان دوره ظابط وهو واخد على نفسه أصلا ما يشتغلش دور الظابط. ولما لقى إن المسلسل فيه ياسمين عبد العزيز وافق على طول، وقال مش مهم أعمل دور إيه، المهم أكون مع ياسمين. وبيقول في الأول شدوا مع بعض شد بسيط يعني، بس بعد كده صالحها وحبوا بعض واتجوزوا. وهو كان بيحكي في البرنامج، كان باين عليه في عينيه وفي كلامه إنه بيقدرها وبيحبها. ومن فترة كده عمل لها عيد ميلاد وجاب لها مغني، وكانت سعيدة جدا في اليوم ده. وأحمد العوضي هو اسم على مسمى، وهو العوض الحقيقي إن ربنا بعته للفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز في الوقت المناسب. ربنا يهنيهم ببعض ويبعد عنهم الحسد. وهم عملوا مع بعض أعمال جميلة زي مسلسل ضرب نار، ومسلسل اللي ملوش كبير، وقدم أحمد العوضي في دور الخديوي ونجح نجاح كبير في الدور ده. وكان ليه كلام كان بيقوله في المسلسل علق مع الناس، زي على الله حكايتك. وكمان كلمة يا وحش الكون اللي كان بيقولها على طول لياسمين في المسلسل. وبيحكي إن هي كانت تعبانة في المستشفى، واحدة قالت له تعبها ده كله من كتر ما بتقول لها يا وحش الكون. اتكرمت الفنانة ياسمين عبد العزيز سحافي وشوشة كأفضل ممثلة العام 2023، والفنان أحمد العوضي في تكريمه لأفضل ممثل العام 2023 واقف وقال أهدي تكريم الوحش الكون، اللي هي طبعا حبيبته ومراته ياسمين. وفي مهرجان الأفضل وهي معدية على السجادة الحمراء اتعمدت ترفع العلم لتضامنها معاهم. ومن فترة طلعوا إشاعة إنها راحت تل أبيب، فردت وقالت تل أبيب يا ولاد الإيه. ولما استضافوها هي والفنان أحمد العوضي، الصحفي قال لياسمين مبروك عن نونو، وردت وقالت نونو إيه، وضحكت وبصت للعوضي ورد وقال لا مفيش الكلام ده. وكلموها عن صراحة أحمد العوضي، وقالت إن مفيش أحسن من الصراحة. وكان في واحدة جميلة من أصحاب الهمم طلبت تتصور معاهم، وهم رحبوا بيها وتصوروا معاها وكانت سعيدة، وهم كمان كانوا مبسوطين جدا. وقالت إنهم مش هيكونوا موجودين في رمضان 24 علشان هي بتعمل فيلم كوميدي والعوضي بيعمل مسلسل. واتكلموا عن موقف ليهم إن الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي كانوا خارجين علشان يتعشوا، وفجأة الناس شافتهم وتلموا عليهم من كتر حبهم ليهم. وكانوا عدد كبير من الناس، والناس طلعت فوق العربية، وأحمد العوضي كان بيتعامل معاهم، أما ياسمين كانت بتضحك وفرحانة بحب الناس. ونصيحتي ليكم حبايبي،
زي ما شفنا ياسمين وأحمد العوضي في عز فرحتهم وتكريمهم ما نسيوش اخواتهم ودعمهم. احنا كلنا لازم نصلي وندعي ان ربنا يفك الكرب ويعم السلام والخير والمحبة عن العالم كله. ونعجبكم الفيديو يا حبايبي، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حكاوي ونصايح تتميم الجديدة.